أتى رجل إلى سيدنا محمد اللهم صل عليه يشكو الفقر والمسغبة، شدة الحاجة، شدة الفقر. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: وهذه بشرى أسوقها لكم من عند سيدنا محمد اللهم صل عليه. قال له: يا هذا، إذا دخلت بيتك قبل أن تسلم على أهلك سلم علي، ثم اقرأ سورة الإخلاص. قبل أن تقول السلام عليكم لأهل بيتك قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم سلم على أهل بيتك، ثم اقرأ سورة قل هو الله أحد. قال هذا الصحابي: فالتزمت ذلك فأزال الله فاقتي وأذهب فقري وأغناني من فضله الواسع. أيها الإخوة، إذا شعرت بضيق تذكر ولا تشعر أن قلبك حاضر، تتعبد ولا تلتذ، لا تتلذذ بالعبادة، تقبل على الله ولا تشعر بأريحية، تشعر دائما بقبض، تشعر دائما بقلق، باضطراب. ماذا تفعل؟ أنصحكم ولو 100 مرة الصبح و100 مرة في المساء التهليل، كلمة التوحيد، لكن بهذه الصيغة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ولو 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل. هذا الذكر من التزمه شرح الله صدره ويسر أمره وألان قلبه وأشرقت عليه الأنوار. ولو أنت أو البعيد، الشر بره وبعيد، لو الإنسان مبتلى بإدمان نوع من الذنوب ولا يستطيع الفكاك منه ولا البعد عنه، ماذا يفعل؟ يدمن التهليل. نعم، قرأناها في الكتب، حينما التزمناها وجدناها كما قرأناها. فمن أدمن ذنبا معينا وأدمن في الجهة المقابلة هذا الذكر، الله سبحانه وتعالى يصطفيك له ويخلصك من كل الأغيار ومن كل الشوائب. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ادمنوا هذا الذكر. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن يعيش قلبك في سلام وسلامة وتسليم، وكلها مترادفات في موضوعنا هذا، إلا بذكر الله. ذكر الله إذا أدمنته كان التوفيق حليفك. هذا هو السلام النفسي. اللهم صل على الجمال المطلق والكمال المحقق، عين أعيان الخلق ونور تجليات الحق، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسالات السماء، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة على أن تكون ساعة إجابة. يا رب يا رب، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارحم أمواتنا واغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا وألحقنا بهم على خير حال. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأحسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واهدنا سبل السلام وارزقنا حسن الختام، وأبلغ حبيبك وآل بيته منا السلام، وحققنا بمعيته في اليقظة والمنام، واجمعنا قريبا في بلدك الحرام، وارزقنا الحج هذا العام، واجمعنا قريبا في روضة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اشف أمراضنا يا رب، استر أعراضنا يا رب، اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا يا رب. أسمعنا ما يسر نفوسنا،
ثبت علينا ديننا وعقولنا، اختم بالصالحات أعمالنا، أصلح بالنا وأحوالنا يا رب، أصلح شباب المسلمين، أصلح نساء المسلمين، رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا، رب لنا أولادنا يا رب. لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا وأعطيتنا سؤلنا وبلغتنا مرادنا. لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت بكأس شرابه الأرواح. همنا به لما ذكرنا مدحه ولنا بمدح صفاته الأرباح.